السلام عليكم. العام 2016 البلد إيطاليا، تحديداً منطقة بوليا. القوات الإيطالية تراقب، تخطط وتطارد لتلقي القبض على عصابة من المافيا كانت محور غموض واسع امتهنت أغرب أنواع التجارة غير الشرعية. جرائمها غير مباشرة، تقتل عن بعد ولا حدود لخطرها. إنها عملية ماما ميا. ألقت فيها القوات الإيطالية القبض على أخطر أنواع المافيا الإجرامية، وصادرت بضائع بمبلغ يزيد عن 13 مليون يورو. فلماذا هي من أخطر أنواع المافيا؟ وما هو تأثير ذلك علينا؟ وما هي الحلول لتفادي هذه المخاطر الغير منظورة؟ هذا ما سنتكلم عنه في الدقائق القادمة. نحن يومياً نشتري قسم من منتجات المافيا ونساهم في دعمها ونكون سعداء، لكن دون أن نشعر بذلك. نذهب للسوبر ماركت، للأسواق، نتسوق وندفع المال، وبما أن اعتدنا على رؤية العصابات والمافيا تختص فقط بتجارة المخدرات والأسلحة، فإنه من الغريب والمدهش حقاً ما سأخبركم به الآن. رح نتكلم الآن على نوع جديد من المافيا وتجارة مختلفة وأكثر خطورة على المستهلك، لأنها تصل إلى كل بيت وتعبر الحدود دون أن نشعر بخطورتها. طبعا نرجع الآن إلى عملية الشرطة الإيطالية. الشرطة الإيطالية ما ألقت القبض على عصابة لتجارة الأسلحة أو المخدرات، بل كانت مافيا مختصة بتجارة الغذاء المزيف. نعم، الغذاء المزيف، وخاصة زيت الزيتون، وتطلق على نفسها أجرو مافيا، واللي كان أحد أشهر زعمائها سلفاتور توتو ريينا، وهو اسم شهير بعالم المافيا آنذاك، والذي توفي في السجن في عام 2017، حيث صادرت السلطات الإيطالية حوالي 2000 طن من زيت الزيتون المزيف. طبعا هاي لم تكن المرة الأولى. في عام 1981 حدثت مأساة في إسبانيا عندما توفي أكثر من 600 شخص بسبب الزيت المغشوش والسام بعد تناول زيت بذور اللفت التي كانت تباع كزيت زيتون أصلي ونقي. طبعا أضافوا مادة حتى تبدو كأنها زيت زيتون أصلي. هذه المادة سامة وتسمى الأنيلين، وهو يؤثر على الأعصاب ويعتبر سم عصبي شديد، وكانت واحدة من أسوأ الكوارث الغذائية. طبعا هذه الأحداث أدت إلى انفجار ضخم في عالم الغش الغذائي وتسليط الضوء على نوع جديد من الغش التجاري، والتي كان بطلها المافيا الزراعية، الأجرو مافيا، التي تعتمد على أذكى الطرق في غش المنتجات الغذائية، التي قد تبدأ من المصدر مع التركيز على أدق التفاصيل حتى تبدو أصلية. ليتمكنوا من إخفاء جرائمهم سأذكر لكم أغرب الطرق التي يستخدمونها لغش زيت الزيتون. الطريقة الأولى اللي هم يستخدموها مزج زيت الزيتون مع زيوت أخرى رخيصة عديمة الرائحة واللون والطعم، كزيت الكانولا وزيت الكتان، وبالتالي يصبح الأمر مثل إزالة روائح الكريهة من الجثة، ويصبح بدون رائحة كريهة لا يسيء إلى حواسك. المشكلة أنه يباع كشيء صالح للأكل وصحي للغاية. يستخدمون ملصقات خاطئة ومزورة وجميلة وملفتة للنظر على زجاجات زيت الزيتون لخداع المستهلك وجعله يثق بالمنتج. طبعا عندهم طريقة أخرى أيضا، الطريقة الثالثة، خداع المستهلك من خلال استخدام مؤشر جغرافي خاطئ، مثلا كسرقة شهرة زيت الزيتون الإيطالي واستخدامها لبيع زيوت من دول أخرى أقل جودة، والأمر لا يتوقف عند زيت الزيتون. فالمافيا تتبع طرق أخرى لغش منتجات متنوعة غير الزيوت. مثال على ذلك، يخدع مزيفو العسل اختبارات الأصالة من خلال إجراء تعديلات كيميائية، من خلال تخفيف العسل الحقيقي بشراب مشتق من النباتات مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، أو من خلال تعديل السكريات في تلك العصائر كيميائيا لجعلها تبدو وكأنها عسل حقيقي. أما بالنسبة للحوم فهم يلجؤون إلى إضافة مواد كيميائية للحوم الفاسدة أو المتعفنة لإخفاء رائحتها الكريهة وجعلها محتفظة بلونها الطبيعي، مثل أملاح الكبريت وحمض البوريك وحمض النيكوتيك، والتي جميعها تشكل إلى درجة ما خطر على صحة الإنسان. أما بالنسبة للحوم الدواجن فهم يلجؤون إلى حقنها من الداخل بالهرمونات والنفخ فيها حتى يزداد وزنها وبيعها بسعر مضاعف. أما بالنسبة للحليب
فهم يلجؤون إلى إضافة الأمونيا أو هيدروكسيد الصوديوم لرفع حموضته، أو الجلاتين أو النشا لرفع اللزوجة، كما يلجؤون إلى إضافة الميلامين لحليب الأطفال، لأن قياس جودة الحليب يعتمد بالأساس على كمية البروتين فيه، وبالتالي عندما يضاف الميلامين إلى الحليب يصبح أكبر حجماً وكتلة، ويتم بيعها على أنه حليب عالي الجودة. لذلك هل لاحظتم مدى خطورة الأمر حتى على الأطفال؟ إن جميع هذه المعطيات تطرح سؤالاً هاماً: لماذا تخلت هذه العصابات عن تجارة السلاح والمخدرات واتجهت لبيع زيت الزيتون المغشوش والأغذية المغشوشة؟ لماذا؟ الجواب: يقدر العائد السنوي للمافيا الزراعية بمبلغ حوالي 12.5 مليار يورو كحد أدنى. وأيضاً بالنسبة لعصابات المافيا هذه التجارة أقل خطورة من المخدرات. طبعاً يضيف إليهم أيضاً ميزة إضافية: يستطيعون من خلالها غسيل الأموال التي يحصلون عليها من تجارة الأسلحة والمخدرات بإنتاج المواد الغذائية. بالإضافة أن نسبة الخسارة في هذا النوع من الأعمال تعتبر قليلة أو معدومة، لأنها سلع رائجة وكثيرة الطلب وليس لها مواسم، فهي مستمرة. هذه التجارة بالنسبة للمافيا الزراعية وخاصة تجارة الأغذية المغشوشة تمكن هذه العصابات من وضع أذرعها في عدد كبير من الدول، على عكس تجارة السلاح والمخدرات التي عليها رقابة أمنية شديدة. المشكلة أن ليس هناك قانون دولي يمنع بيع العسل أو الزيوت المغشوشة، وطالما أن هذه العصابات لديها الأساليب الغامضة لإخفاء جرائمها وغشها، فإنها لن تتعرض للمساءلة. حتى يومنا هذا لم تتوقف العصابات والمافيا والشركات المنتجة للغذاء المغشوش عن العمل، بل العكس، إنها تحاول توسيع نشاطها على مساحات أكبر ومعامل أكثر ودول أكثر وأسواق أكثر وأساليب أكثر غرابة لإخفاء الجريمة. بما أن العلم يتطور والتقنيات الحديثة تمكنت من كشف الكثير من طرق الغش، لعل أبرزها جهاز ريفراكتوميتر لكشف غش العسل وأغذية أخرى، وجهاز HPLC لتحليل الغليسيدات الثلاثية وكشف غش زيت الزيتون. وهناك اختبار يسمى PCR للحوم، من الاختبارات السريعة والدقيقة التي يتم من خلالها الكشف والتعرف على نوعية اللحوم. وهناك جهاز اسمه اللاكتوميتر لاختبار كثافة الحليب. بالرغم من توافر هذه التقنيات وغيرها الكثير، إلى أن هذا الأمر لم يمنع المافيا وشركاتها من ابتكار طرق أحدث للغش. إذا ما العمل؟ لنفكر بشكل منطقي. السعر العالمي لزيت الزيتون بالبورصة حوالي $4 للتر، يضاف لهذا السعر حوالي $1 للتعبئة وسعر قنينة زيت الزيتون، والنقل حوالي بين $0.5 ل$1 لقنينة زيت الزيتون. وطبعا هناك عندك الجمرك وضريبة المبيعات حوالي $1، ونضيف عليها ربح البائع نهائي بين $1 إلى $2. يعني نتكلم على سعر بين $9 إلى $11 على الأقل للقنينة الواحدة للتر الواحد. الشيء الغريب أن سعر عبوة زيت الزيتون النقي الأصلي الموجودة في المتجر تكون أقل من هذا السعر. فكيف ممكن يكون هذا هو زيت الزيتون الأصلي؟ طبعا هذا لا يعني أنهم دائما سيبيعون زيت الزيتون المغشوش بسعر رخيص، قد يلجؤون إلى بيعه بسعر غالي ليبدو أنه أصلي. طبعا إذا نتكلم على الحلول لتفادي المنتجات المغشوشة، الموضوع مرتبط بشكل أولي بالقوانين الدولية. طبعا إذا نتكلم عن الحلول، فبالمرتبة الأولى القوانين الدولية هي التي يجب أن تبدأ بمراقبة هذه المواد المغشوشة وتحارب مافيا الغذاء المغشوش. لكن خلينا نتكلم الآن على مستوانا كمستهلكين لهذه المواد المغشوشة. بالنسبة لزيت الزيتون، نحاول قدر الإمكان نشتري زيت الزيتون من معاصر زيت الزيتون مباشرة وأمام العين. كمان إذا ممكن نطلع على القائمة السوداء لدى الشركات والدول اللي تستخدم زيت زيتون مغشوش. أحيانا هناك قوائم سوداء لشركات تستخدم الغش الغذائي موجودة على الإنترنت، ممكن الرجوع إليها. طبعا في حال قمت بشراء هذه السلع وشعرت بالشكوك حولها، حاول أن تبحث عن هذه السلع عبر الإنترنت، وحاول أن تقرأ عن آراء الناس بهذه السلعة. يفضل أيضا الابتعاد قدر الإمكان عن شراء اللحوم والأسماك المجمدة، لأنها دائما معرضة للمواد الحافظة الكيميائية. أيضا لا تختر بشكل العبوات الفاخرة والأختام. طبعا هم يستخدمون أحيانا جمل على المنتوجات براقة أو خداعة،
مثل منتج نقي على العبوات، تعني أن المنتج قد تعرض للمعالجة. نظرا لتغيرات العصر التقنية يبقى لدينا أمل بإيجاد تقنيات حديثة قادرة على كشف الغش بشكل سريع وآني والحد من الأغذية المغشوشة، ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك قوانين دولية صارمة في جميع أنحاء العالم تعاقب هذا النوع الخطير من الجرائم التي تهدد صحتنا. المشكلة أن هناك كثير من الحكومات في العالم تقف صامتة أمام هذا الغش الغذائي، لذلك نحن نتحمل مسؤولية كأفراد عن صحتنا والبحث عن أصل كل مادة غذائية نشتريها. يقول العالم الاسكتلندي الشهير توماس كاريل: من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء. يا ريت إذا عندكم حلول لكشف الغش الغذائي تشاركونا فيها بالتعليقات، لأنها ستفيد جميع الناس.